السلام عليكم. تعالى اقولك من كيلو بيتباع ب200 جنيه هتعملي انتي ب15 جنيه من غير لا تعب ولا مجهود، وضيف على كده كمان نظافة، نظيف جدا بدون اي تكاليف. وخلي بالك من نقطة نظيف جدا، لاني حرفيا انا شفت فيديوهات للمنتج اللي انا هعمله معاكم النهاردة وهو باين من الصورة طبعا. معاكي البابريكا والشطة في البيت، الكيلو فيها بيتباع من على الجروبات ب200 جنيه. ان شاء الله بإذن الله هنعمله ب15 جنيه من غير مثلا زي ما بيقولوا كده في الفرن وفي الميكروويف في الاير فراير. ابدا ابدا، كله بالطبيعة وبدون اي مجهود، وده اهم حاجة عندي بالنسبة لي يعني المجهود. كمان هقولك ازاي تحفظيه حرفيا من السنة للسنة، وتحوليه من اللون اللي قدامك للون اللي بتشوفيه في المحلات او عند العطارين. واهم حاجة هقولها تاني النظافة، وكمان بدون اي الوان صناعية او اي اختراعات وافتكاسات احنا بنقعد نسمع عنها، ولا والله بالطبيعة من طريقة من الاف السنين بنعملها. هقولك ازاي تحوليه من اللون ده للون ده. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحضر كمية اللي احنا محتاجين نجففها من الفلفل. زي اللي قدامكم ده بيكون اللون الاحمر فيه زي بنفس الشكل اللي قدامكم كده، وبلاش الفلفل الرومي اللي هو بيبقى الوان ان هو اصفر واحمر، لا احنا عايزين فلفل احمر بس. او الشطة اللي قدامكم دي لو حابينه حامي هيبقى شطة، عايزين تمكسوا زي ما انا عملت يعني حطيت بارد على حامي هنعمل كده. دي اول حاجة طريقة اللي بنعمل بيها الشطة اللي بنشتريها من العطار. يعني هي فكرة يعني خدوها او ما تعملوش بيها، بس انا ما كملتش بيها يعني. ان احنا بربط كده خيط في ابرة وبربطه معلقة او شوكة اي حاجة علشان ما نفضل نعمل العقد الكبير ده بيفلت من الناحية التانية، فبالتالي ربطت الشوكة دي علشان ما يفلتش مني. وفضلت اعبي الشطة، وعايز حد فاضي بقى وباله طويل يفضل يعبي الشطة دي بعد ما تخلص. تعلقيها في الشمس هتنشف لوحديها. كان عملته بصراحة يعني هما واخدين كده بس عشان التصوير، لكن الطريقة اللي انا بعمل بيها على طول جايه لكم قدام. الطريقة دي حلوة بس يعني تتحط طول السنة، لو وقت ما تحتاجي قرن شطة حامي عايزة تفرميه لأي سبب ما هتلاقي جاهز معاكي على طول. اما الطريقة اللي انا شغالة بيها هو ان انا بجيب الشطة بالشكل ده او اي نوع فلفل احمر، يعني ما ينفعش يبقى ملون او في جزء اخضر لان الاخضر ده بعد كده بيبقى لونه اسود. ببدأ انضف منه البذور بالشكل ده كده بس، ويتنشر على صاج زي ما هتشوفوا او على الارض مباشرة. اهم حاجة يكون درجة حرارة عالية، الارض نفسها تبقى سخنة وكمان الشمس عليه مباشرة، فبالتالي بينشف. زي ما انا رصيته كده في صواني وفي سجان وحطيته في البلكونة، بس انا عندي البلكونة درجة الحرارة فيها عالية جدا، الشمس فيها طول النهار، او ممكن تحطيه على سطوح لو قريب منك سطح. المهم ان هو يبقى في درجة حرارة عالية باستمرار. طبعا اللي اتفتح واتنضف ده زي ما انت شايفة كده بينشف اسرع، يعني ممكن يقعد 4 ايام وتلاقيه ما شاء الله نشف. اما اللي مقفول ده بيدخل في حوالي 8 ايام على ما بينشف. انا بالنسبة لي بفضل اللي مفتوح بيكون انضف، لكن انا عملت الاتنين بصراحة ده وده. بعد ما الكمية كلها نشفت بقى شكل الصاجين بالشكل ده كده. اهم حاجه بقى واهم نقطه تعرفي ازاي ان هو نشف تمام، ان هو يبقى للاخر. انت تسمعي الصوت اللي انت سامعاه دلوقتي وهسمعهولك حالا، صوت القرمشه ده. في الوقت ده والمرحله دي هو ده مرحله الطحن، وده شكل العقد لما نشف. طيب مرحلة الطحن ده لازم نطحن برضو هو سخن جاي من الشمس مباشرة يعني. وقت العصر كده هبدأ اخد جزء منه. انا بالنسبة لي طحنت في مطحنة الخلاط عادي زي ما انتم شايفين كده، وطلع ما شاء الله ممتاز. بالنسبة لنا عندنا في بلدنا آه مطاحن متخصصة للبابريكا او الفلفل الاحمر ده. بالنسبة لي هي بعيدة جدا عليا، لان انا في محافظة غير اللي فيها بلدي، فبالتالي بطحن في مطحنة الخلاط بالشكل ده وما شاء الله بيبقى كويس جدا، وكل سنة بعمله.
وسبتيه لما يجي عليه الليل والليل يرطب مش هتعرفي تطحنيه، هيبقى بيلوي كده شويه معاكي. كل الخطوات اللي انت شايفاها دلوقتي انا هعيد عليكي تاني وهحكيها لك. باجي في طحنه واحده بس، مش في كل طحنه، بطحن معلقه من الملح الخشن. ده بيعمل معايا كمادة حافظة تفضل معايا طول السنة. باجي على جزء واحد بس، مش على كل الكمية، بضيف فنجان من الزيت، وهو اللي بيحولهولي اللون ده. بفضل ابسته كده، وطبعا لازم تلبسي جوانتي لان بتبقى مرحلة صعبة، درجة يعني حرارته بتبقى شطة حارة فبتحرر الايد. انا عملت الكمية دول بس طلعوا معايا نص كيلو، ولسه بقى الكمية اللي انت شايفينها في الصيجان دي من وقت للتاني هبدأ اطحن منهم شوية علشان طبعا الخلاط ما يتحرقش. فانا كل يوم بطحن مقدار نص كيلو منه، ومع شوية الزيت اللي انا ضفتهم هو اللي حول معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده. معلومة كمان، ما تضيفوش الزيت على الكمية كلها، لا، وقت اللي هتستخدموه اللي هو يبقى يديكي تاريخ صلاحية من شهرين ل3. الزيت ده هو بيغير اللون وبيخليه يحمر معاكي بالشكل الجامد ده، لكن بيأثر في تاريخ الصلاحية، فممكن يعمل منك اي حاجة، يعني سوس او دود او كده. فبالتالي اعملي على الكمية اللي هتستخدميها من خلال شهرين بس. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو في اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات، وباذن الله هرد عليكم ايا كنتم بتشوفوني في يوتيوب او فيسبوك. لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو، شيروا ومنشن لاصحابكم علشان يستفيدوا معاكم.